في قطاع العدالة أخيرا وبعد طول انتظار طوت محكمة سور الغزلان ملف شركة الوعد الصادق بالحكم 10 سنوات سجنا نافذة في حق صاحبها مولاي صالح، وتم الحكم بسنة إلى 3 سنوات لمساعديه، حكم فضل تنسيقية ضحايا الوعد الصادق الطعن فيه لعدة أسباب نتعرف عليها في تقرير سيد أحمد هدي بالله. طوت محكمة سور الغزلان فصلا هاما من فصول الفساد في الجزائر بالحكم على صالح مولاي صاحب شركة الوعد الصادق المنهارة بالسجن النافذ 10 سنوات عن تهمة النصب والاحتيال والسرقة، وما بين 1 و3 سنوات لمساعديها، إضافة إلى غرامات مالية قدرت ما بين 200,000 و120,000 دينار. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين بالنسبة لصالح مولاي 10 سنوات سجن نافذة و20 مليون غرامة مالية، وبالنسبة لشركائه عز الدين عمارة وفريد زياني 3 سنوات، والعمال هذه الشركة مصطفى مفتاح، طارق بدوي 2 الهادي بالعابد 2 شريفي 1. بالنسبة للضرر المادي يعني يعطونا المبلغ الكامل، وزيادة على ذلك يعني نسبة مئوية تقدر ب40 مليون في 100 مليون. تنسيقية ضحايا الوعد الصادق التي تابعت تفاصيل المحاكمة على الأعصاب فضلت الطعن في الحكم. نحن استأنفنا الحكم بالنسبة لشركائه فقط، لو يضيفونه لأخيهم صالح، يعني طالب وحيد بالنسبة للضحايا جمعان أن يجسدوا يعني هذا الحكم على أرض الواقع، لأن الضحايا ينتظرون حوالي عام أو عام وزيادة. هي أحكام تضع حدا لعصابة استولت على أموال فئة هامة في انتظار إلقاء القبض على الرأس المدبر مولاي صالح واسترداد الأموال منه.